كشف جاي أوكوشا نجم منتخب نيجيريا السابق عن المنتخبات التي يرى أنها مرشحة للتتويج بالنسخة الحالية من نهائيات كأس إفريقيا التي تحتضنها كوت ديفوار، واضعا المنتخب الوطني المغربي ضمن قائمة المرشحين لنيل اللقب الإفريقي. وقال أوكوشا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف أمس الأربعاء: جميع المباريات صعبة، ولكن عندما تلعب مع البلد المضيف يكون الأمر أكثر صعوبة، وإذا كنت تريد أن تكون بطلاً عليك الفوز على الأفضل. وأضاف المتحدث نفسه: أرشح منتخب نيجيريا بطبيعة الحال، كما لدينا العديد من المنتخبات التي يمكننا القول إن لديها ما يلزم للتتويج. السنغال التي شاهدت مباراتها الأولى أعطت انطباعاً جيداً، ومنتخب المغرب بالطبع أتوقع أن يقدموا مستوى كبيراً بعد تألقهم في كأس العالم. وواصل: لكن عندما تنظر أيضا إلى منتخبات مثل الرأس الأخضر، كابي فيردي، وغينيا الاستوائية، وأنغولا، لا يمكن الاستهانة بها، فقد أظهروا مدى صعوبة كأس إفريقيا الآن. واختتم: منتخب نيجيريا ظهر بشكل سيء في المباراة الأولى، علينا تحسين مجموعة من الأمور، لقد خلقنا الكثير من الفرص ولم ننجح في التسجيل، كما أن فيكتور أوسيمين لم يكن موفقاً.